وانضف وامسح الدم وخلاص على كده، وكل شيء بعد التشريح. بس طبعا ما كانش ينفع ارفض، ووشي اصفر ان فجأة لما الدكتور فتح كيس الجثث وشفت جثة الراجل قدامي، ده نفس الراجل اللي شفته من دقايق. وكانت الصدمة على وشي، ما كنتش عارف اقول للدكتور ولا لا. الموضوع كان غريب قوي، هو ده الراجل اللي لسه شايفه من دقايق كان واقف معايا، ولما جيت اكلمه ما ردش عليا. ولما عرفت ان هو ده الراجل، من خضتي رجعت لورا مصدوم ووقعت على الارض. الدكتور قال لي مالك، في ايه؟ قال لي مالك، ما تخافش، مش انت اللي هتشرح الجثه، انا اللي هشرحها. وضحك كده معايا اكنه بيهزر عشان خاطر الجو اللي احنا كنا فيه. قال لي انت يا دوب هتناولني الادوات وهتعمل اللي اقول لك عليه وبس. بس حاولت ارد على الدكتور واقول له اني لسه شايف الراجل ده من لحظات، لكن لساني اتربط وما عرفتش انطق بكلمه. الدكتور قال لي يلا يا ابني قوم من مكانك عشان نبدا. بس كمان رجولي اتشلت وقمت من مكاني بالعافيه. الدكتور شافني